يلا نعمل مع بعض الكفتة المشوية او كفتة الحاتي في البيت. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان انا هعملها في الاير فراير بطريقة صحية. لو اول مرة تشوفوني قناتي اكلتك مع مامة ايه، تعالوا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا نص كيلو من اللحمة، معايا بصلية متوسطة، طماطمية متوسطة هفرمهم في الكبة، عايزة افرمهم فرم ناعم. هاخد منهم معلقة كده قد معلقة الاكل اللي احنا بناكل بيها كده، هضيفها على اللحم. بعد كده هاخد باقي الكمية هصفيهم بالمصفى، انا عايزة اخد المية بتاعة البصل والطماطم بس. دي كمية المية اللي طلعت من البصل والطماطم. هبتدي بقى اضيف عليهم معلقة كده من الزيت، هديها رشة كده من السماق. الرشة طلعت كبيرة شوية، نقلل شوية عن كده. السماق بيدي طعم حلو قوي للمشويات. وكمان رشة من الملح، رشة من الفلفل، رشة من البهارات السبعة، وكمان رشة من البابريكا. هنقلب كل ده بقى كده مع بعض ونركن الخليط ده كده على جنب. واللي عايزة تستغنى عن اي حاجة من الحاجات اللي احنا ضفناها دي مفيش مشكلة خالص، ممكن تستكفي بالفلفل الاسمر والملح بس. هنبتدي بقى نشتغل في الكفتة بتاعتنا. ندي بقى رشة من الفلفل الاسمر او نص معلقة صغيرة، ربع معلقة صغيرة من البهارات السبعة، ومعلقة صغيرة مش مليانة من الملح. انا ما بحبش اضيف اي اضافات تانية، ما بحبش اغطي على طعم اللحمة. هي دي كل الاضافات اللي انا بضيفها على اللحمة. هبتدي بقى اضيف قطعة كده قد الليمونة او اكبر شوية من الدوش المفروم. الدوش المفروم بيدي طعم حلو قوي للكفتة. الدوش ده دوش ناعم على دوش طري، فرمهم في المفرمة كده واخدت منهم القطعة اللي انتوا شفتوها دي. هو مش زي الدهنة اللي بتيجي مع اللحمة، هو حاجة تانية خالص غير الدهنة اللي بتيجي مع اللحمة. يعني حاجة كده بتبقى محتفظة بحجمها كده في صباع الكفتة، غير الدهنة اللي هي بتبقى جاية مع اللحمة وبتسيح على النار. هنا بقى بعد ما قلبتها كويس قوي هدخلها التلاجة نص ساعة، وابتدي اطلعها بقى اشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبت 3 عيدان من عيدان الشيش طاووق، وابتديت ان انا اشكل صباع الكفتة كده عليهم. عايزة صباع الكفتة يبقى مفرغ من جوه كده اهو. باخد قطعة اللحم كده زي ما انتوا شايفين، وبضغط عليها كده. هنعمل كفتة حلوة متماسكة كده، مش هتفك منك ولا حاجة. لو عملتيها حتى على الجريل كده على البوتاجاز مش هتفك منك ولا حاجة. لو عملتيها في صينية ودخلتيها الفرن كده برضو هتبقى حلوة قوي اهو. بيبقى الصباع كده متفرغ من جوه. ممكن بعد ما تطلعيها من الفرن وبعد ما تعمليها على الجريل تعملي فحمية كده وتبخريها كده بالفحمية وتغطي عليها، هتديكي طعم حلو قوي كأنك شويها بالظبط على الفحم. هخلص الكمية كلها كده بنفس الطريقة. انا بضغط عليها كده زي ما انتوا شايفين، وبشكلها كده بصوابعي كده، بديها زي تعريجة كده للصباع. النص كيلو عمل معانا 10 صوابع من الكفتة بالشكل ده. هعملها بقى انا النهاردة في الاير فراير كده. انا كنت مستخدماه وكنت عاملة فيه بطاطس، فكان مطرحه زيت كده مطرح البطاطس، بتبقى رشة بسيطة قوي من الزيت. وكمان اللحمة بتاعتنا لو فيها دهون ولا حاجة هتنزل معانا، فمش محتاجين ان احنا نرش حاجة. دلوقتي انا هظبط البرنامج على برنامج اللحمة. اداني 20 دقيقة على درجة حرارة 200. طبعا انا ما صورتش الخطوة وانا بعمل كده بالمية بتاعة البصل والطماطم، عملت طبعا قبل كده. وطبعا هي استوت شوية زيادة مني بالشكل ده، كان المفروض ان انا اطلعها قبل كده. بس بجد حلوة قوي ومتماسكة، طعمها حلو وريحتها حلوة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا مني. لو الفيديو عجبكم شير ولايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.